مساء النور، مساء الفل والياسمين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. كما تشوفوا معايا جبتكم اليوم طعام القمح الصحي، ديروه وعينكم مغمضين. كما تشوفوا هنايا عندي هنايا ساشي تاع قمح وساشي تاع طعام الشعير. هنايا اليوم خيرت بيناتهم، درت تاع القمح وقلت الخطره الجايه ندير طعام تاع الشعير. اليوم كما قلت لكم زبقت في تاع القمح. كما تشوفوا هنايا عندي مرصو تاع الدجاج، وانتيا واش عندك؟ الدجاج ولا اللحم؟ وزوج حبات بصل. عنده كما تشوفوا هنايا رانا مع الخضار الموسميه تاع الكالاباز. كما تشوفوا هنايا عندي ايضا حبه تاع كورجيت، عندي حبه تاع لفت، عندي حبه البطاطا قسمتهم على طول كما كنتم تشوفوا فيهم هنايا اطوال تاعهم. ومن بعدها سبقت في الكوكوط، درت حبه بصل اللي شفتوها حبسين قطعتهم مليح مرصوات مربعين كما تشوفوا هنايا. ودرت المورصو تاع الدجاج تاعي يتقلى مليح مليح كما تشوفوا. قلت لكم طعام القمح يجي خفيف على المعده ومليح فيه الالياف. ساعه على ساعه نبدلو من السميد نديرو قمح، ساعه نديرو شعير. مش دائما كيما نقولوا حنايا الواحد شويه يروح للصحي اكثر ما يروح ديما للعادي، هكذا باش يوكل وليداتو حاجه صحيه. كما تشوفوا هنايا قليتهم مليح، درت لهم ملعقه تاع طماطم هنايا ذوبتها. عندي كما تعرفوا ايضا الثوم دقيته مع الملح، عندي الفلفل اليابس، عندي هنايا شويه تاع فلفل اكحل، وعندي الملعقه ثاني تاع اللفاح اللي ما تخطينيش ديما. كما تشوفوا هنايا قليتهم مليح وسكرت عليهم لاكوكوط. وهنايا رحت للقمح نتاعي طعام القمح، درت له رشه تاع زيت وشمخته بالماء كما قلت لكم، ما يحبش تشمخ ياسر. ودرت فورتين الاولين والثالثه على خفيف. كما تشوفوا هنايا الفورتين الاولين شمخته شويه مليح، والثالثه ابان ما كثرش الماء لانه ما يقبلش الماء ياسر. هذا الفرق اللي جربته بينه وبين طعام السميد، ما يحملش الماء ياسر، يعني تشمخيه وتحس حسي باللي بيدك باللي راه ماهوش مشمخ بزاف باش ما يتعجنلكش. ماهوش كيما السميد العادي، طعام السميد يشمخ عادي، اما هذا ما يحبش الماء بزاف، معناتها كوني حذره باش ما يتعجنلكش. كيما تشوفوا هنايا قلت لكم درتو 3 فورات، الثالثه سمقته بزيت الزيتون باش نمشو ديما بالصحي. هذه الفوره الثالثه فتحتو، شوفوا كيف راهي ترعد. وهنايا طابت لي المرقه تاعي تاع الطعام ما شاء الله. هنايا انا فتحت عليها وخليتها تزيد تغلي باش يعقد لي لاصوص تاعها. هذه الفوره الاخيره اللي شفتوها معايا كما تشوفوا حبيباتي، درت لها فتحتها ودرت لها زيت الزيتون. كما تشوفوا قلت لكم اليوم درنا كلش صحي في صحي، ما درناش كامل حاجه يعني خارجه الموضوع، لا زيت العادي ولا طعام العادي، كلش كما تشوفون الخضر ما شاء الله. كان واحد الطعام جاي ترعد وهايل هايل. كما قلت لكم هنايا وليت حطيت كي كملت الطيب تاع الطعام تاعي حطيته كما تشوفوا هنايا جا ما شاء الله. شوفوا ديك المرقه كيفاه جات خاثره، ديك الخضره كيفاه دايره، كلش بالطبع والشان. وفي الاخير قدمناه اكيد اكيد مع اللبن كما تشوفوا هنايا جاء ما شاء الله. هنا نصور لكم في بعض المقتطفات كي حطيناه. شوفوا معايا كيف هذيك الخضره ثاني طاب ميم راها حاكمه روحها، بصح طايبه زبده ما شاء الله. كيما هكذا ساعه وفرحوا وليداتكم بحاجه صحيه وحاجه عربيه، من جمعه لجمعه دير لهم حاجه عربيه وتعود صحيه. وماذا بيك كيما نقولوا حنايا مين ذاك ديري حاجه صحيه على جال وليداتك، وراه مفيد جدا للمعده، مفيد جدا هو طعام القمح، خاصة إذا درتي معاه من البن يكثروا البكتيريا النافعة في المعدة ويسهلوا الهضم. وتعرفوا رانا مع القليان ومع الزيت ماذا بينا ساعة وساعة ما ننساوش رواحنا، نروحوا شوية للصحي ونخسروا لأرواحنا حاجة صحية أحسن من حاجة تدينا التهلكة. المهم إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وما تنسونيش بالجيم.